السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبار ليفربول. ريال مدريد لديه علم بسعر كوناتي. يضع ريال مدريد المدافع الفرنسي إبراهيم كوناتي ضمن أهدافه المستقبلية، خاصة مع تعثر مفاوضات تجديد عقده مع ليفربول. اللاعب يطالب براتب أسبوعي يتجاوز 230 ألف يورو، علما بأنه حاليا يتقاضى 81 ألف يورو فقط، وما يرفضه النادي الإنجليزي. وبحسب آخر التقارير يضع ليفربول كوناتي في السوق هذا الصيف مقابل 35 مليون جنيه استرليني، ما يعادل 40.5 مليون يورو، بينما لا ينوي ريال مدريد دفع أكثر من 25 مليون يورو، مفضلا انتظاره حتى نهاية عقده الموسم القادم. ثغرة واضحة في ليفربول ببداية الموسم. علق الصحفي الإسباني ميخيل فيغنياس على أداء ليفربول في مباراته الافتتاحية بالدوري الإنجليزي أمام بورنموث، والتي انتهت بفوز الريدز بنتيجة 4-2، مسلطا الضوء على بعض النقاط السلبية في المنظومة الدفاعية. وقال فينغاس: وسط ليفربول لا يمسك بزمام الأمور، مع اللعب بالظهرين يتحولان تقريبا إلى أجنحة هجومية، تصبح المنظومة الدفاعية مكشوفة تماما. روبن نيفيز يخلد ذكرى ديوجو جوتا بكلمات مؤثرة. رافق روبن نيفيز روت كاردوسو أرملة ديوجو جوتا في مراسم التكريم التي أقامها نادي وولفرهامبتون اليوم للاعبه السابق. وفي لحظة مؤثرة تذكر نيفيز صديقه الراحل قائلا: أكثر من مجرد صداقة، نحن عائلة، وسأحرص دائما على أن تكون حاضرا في قلوبنا، ولن ينقص أحبائك أي شيء حتى لو كنت بعيدا. الصداقة الحقيقية تتجاوز المسافات والعقود. وكلمات نيفيز تؤكد عمق الرابط الذي جمعهم بديوجو جوتا. الصفقات الجديدة تقول كلماتها في الدوري الإنجليزي الممتاز. بدأ الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل ساخن للغاية، حيث تمكنت الفرق الكبرى من تحقيق نتائج كبيرة في الجولة الأولى بين الأمس واليوم. الحدث الأبرز في هذه المباريات هو تألق الصفقات الجديدة بشكل سريع، حيث دأب كل لاعب على ترك بصمته سريعا مع فريقه الجديد. البداية كانت مع هوغو إيكيتيكي الذي سجل هدفا وصنع آخر في مباراة ليفربول وبورنموث. تألق اليوم محمد قدوس الذي صنع هدف في مباراة توتنهام وبيرلي. تمكنت ياني ريندرز من تسجيل هدف وصناعة آخر أيضا مع مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون، وكذلك ريان شارك الذي سجل الهدف الأول له مع فريقه. بعد تخطي أجويرو، صلاح يقترب من معادلة رقم تيري هنري. رفع المهاجم المصري صلاح رصيده التهديفي على ملعب الأنفيلد رود بعد تسجيله هدفا في مباراة فريقه ليفربول ضد بورموث في افتتاح الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز. الهدف يحمل الرقم 106 على ملعب الأنفيلد، ليعادل بذلك رقم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو على ملعب الاتحاد بألوان مانشستر سيتي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. صلاح أصبح على بعد 8 أهداف فقط لمعادلة عدد الأهداف التي سجلها الفرنسي تيري هنري بألوان أرسنال على ملعبه في الهايبوري. كوناتي يشعر بالتوتر، والسبب: لم يكن افتتاح موسم 2025-2026 في الدوري الإنجليزي مثاليا لإبراهيم كوناتي، مدافع ليفربول الفرنسي الذي ظهر بمستوى دون المتوقع في فوز فريقه على بورموث 4-2. وأبدى كوناتي توترا واضحا خلال المباراة، خاصة في الهدفين اللذين تلقاهما الفريق، وستتكهنات حول اهتمام ريال مدريد بالتعاقد معه، علما بأن عقده مع ليفربول ينتهي في موسم 2026. ومع الشائعات المحيطة بمستقبله بدأ اللاعب متأثرا، مما انعكس على أداؤه في الملعب. ولكم أبرز إحصائيات لاعب في مباراة من موقع سوفا سكور. تقييم اللاعب 6.4 من 10، أسوأ لاعب ميداني. دقة التمريرات 88%. التدخلات الناجحة من 4 محاولات 2 محاولة. التمريرات الطويلة الصحيحة 0 من 3. اختبارات صعبة ومتتالية لليفربول في الدوري الإنجليزي. بعد أن استطاع ليفربول أن يحقق انتصارا شاقا بالأمس على بورموث في الجولة الافتتاحية بالدوري الإنجليزي الممتاز، تنتظر الريدز اختبارات أخرى أكثر قوة في الجولات القادمة. وكان بطل الدوري الإنجليزي الممتاز قد حقق انتصارا على بورموث 4-2، وشهدت المباراة مواجهات ومواقف صعبة على دفاعات الفريق.
ومن المنتظر أن يخوض ليفربول عدد من المباريات القوية المتتالية في الجولات السبع القادمة، حيث سيواجه نيوكاسل يونايتد وأرسنال وبيرلي وإيفرتون وكريستال بالاس وتشيلسي ومانشستر يونايتد على التوالي. أعلى 5 أندية إنفاقا في البريمير ليج هذا الصيف. ذكرت شبكة سكاي سبورتس أن مانشستر يونايتد يتصدر قائمة الأندية الإنجليزية من حيث صافي الإنفاق في سوق الانتقالات الصيفية، حيث استثمر الفريق 214 مليون جنيه استرليني دون أي عوائد من المبيعات. وجاء ترتيب أكبر 5 أندية. مانشستر يونايتد أنفق في الأصل 214 مليون جنيه استرليني واسترد زيرو، بالتالي صافي الإنفاق 214 مليون. أرسنال أنفق في الأصل 199 مليون جنيه استرليني واسترد 10 مليون جنيه، بالتالي صافي الإنفاق 189 مليون جنيه. بالنسبة لليفربول في الأصل 321 مليون جنيه استرليني استرد 203 مليون، بالتالي صافي الإنفاق 118 مليون. مانشستر سيتي أنفق في الأصل 159 مليون جنيه استرليني استرد 46 مليون، وبالتالي صافي الإنفاق 113 مليون استرليني. ساندرلاند صاعد حديثا أنفق في الأصل ب 47 مليون جنيه استرليني استرد منهم 42 مليون جنيه، بالتالي صافي الإنفاق 105 مليون جنيه استرليني. التشخيص المبدئي لإصابة نجم ليفربول. كشف أرن سلوت مدرب فريق ليفربول عن التشخيص المبدئي لإصابة جيرمي فيرمبونغ ظهير الريدز خلال مباراة بورموث بالدوري الإنجليزي. سلوت أكد أن إصابة فريمبونغ في العضلة الخلفية، وسيخضع اللاعب الهولندي لمزيد من الفحوصات الطبية لتحديد مدة غيابه. ماذا قدم فيرتز في الظهور الأول بالدوري الإنجليزي الممتاز؟ حصل فودريان فيرتز لاعب ليفربول على تقييم 7 في فوز فريقه على بورموث بنتيجة 4-2. ولكم أبرز أرقام فيرتز في المباراة: الدقائق لعب 81، الأهداف 0، صناعة الأهداف 0، أهداف متوقعة 4/10. إجمالي التسديدات 1، تسديدات خارج المرمى 1، حالات التسلل 0، صناعة أهداف متوقعة 0.28، صناعة فرص 3، التمريرات اللي داخل الثلث الأخير 11، التمريرات الخلفية 9، التمريرات الصحيحة 48 من 37 بنسبة 77%، التمريرات الطولية المكتملة 3 من 3، العرضيات المكتملة 4 من 2، اللمسات 69، أخطاء حصل عليها 1، الدفاع أخطاء ارتكبت 0، السيطرة على الكرة في الثلث الأخير 2، فقد الاستحواذ 19، تمت مراوغته مرة، تشتيت الكرات مرة، اعتراضات 0، استعادة الكرة 6، تدخلات ناجحة 2 من 2. ليفربول يسلط الضوء على رقم محمد صلاح القياسي. سلط نادي ليفربول الضوء على الرقم القياسي الذي حققه الدولي المصري محمد صلاح بالتسجيل في الجولة الافتتاحية ضد بورموث، وذلك للمرة الثامنة. أريدزي كتب عبر حسابه على منصة إكس: تألق صلاح في المباراة الافتتاحية حتمي لا شك في ذلك أبدا. خلصت أخبار ليفربول، بس هنشوف أخبار تانية إن شاء الله. ولكن لو بتحب الريدز اعمل لايك لهذا الفيديو، اشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.